ليس بالضرورة أن تكون الأشياء العميقة معقدة، وليس بالضرورة أن تكون الأشياء البسيطة ساذجة. إن الانحياز الفني الحقيقي فكيف يستطيع الإنسان أن يقول الشيء العميق ببساطة. ده بقى اللي قاله غسان كنفاني. عارف لما تبقى حاسس بحاجة كبيرة جواك بس مش عارف تقولها، تحب تقول أنا موجوع بس من غير ما تتكلم كتير، تحب تشرح إنك تعبت من غير ما تدوخ اللي بيسمعك. وهنا بقى الصعب بجد، إنك توصل اللي جواك من غير تعقد، انك تقول انا حبيت، انا فقدت، انا كبرت، غير ما تستخدم 1000 كلمة فخمة. ناس فاكرة ان العمق يعني كلام كبير، بس الحقيقة ان العمق الحقيقي هو انك تلمس القلب بكلمة صادقة، بكلمة بسيطة، كلمة شبه الحياة، غير تجميل ومن غير تعقيد. صاحب المقولة كان شايف ان دي اعلى درجات الفن، مش انك تكتب جملة محدش فاهمها، لا، انك تقول حاجة الناس تحس بيها وتفهمها وتحس انك منهم. فلو عندك رسالة او احساس او فكرة، ما تستناش تكون مثالي، خليها تطلع زي ما هي، صادقة وبسيطة، ساعتها بس هتوصل. بسطها على قلبك وخلي كلامك طالع من جواك. دي كانت ابسط 27 من كلمة وراها حكاية، خطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.